بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ميعادنا ان شاء الله مع الدرس ال 42 من الفصل السادس. هناخد أزرار التعديل وأزرار الحذف. يلا مش هنضيع وقت ان شاء الله على طول عشان الفيديو بيطول مننا وانا مش عايز اطول النهارده عليكم. هنبدأ على طول. احنا المرة اللي فاتت افكركم عملنا ايه. المرة اللي فاتت خدنا أزرار الإضافة وخدنا أزرار الحفظ. طيب تعالوا نشوف الإضافة كده نفتكر مع بعض احنا عملنا ايه. اولا هنا زرار الإضافة خلينا فورم 2 دوت شو. طيب لو فتحنا فورم 2 دوت شو كده، فورم 2 اهي كان فيها الاسم والرقم والتاريخ والتشيك بوكس اللي احنا خدناه. طيب وبعدين دوسنا على زرار الحفظ. زرار الحفظ كان بيقول لنا ايه؟ اد، بيضيف رو جديد في الويندوز في الفورم الاولانيه، وبعد كده يحدد البوزيشن اللي هو البوزيشن الاخير قيمته، وبعد كده يقف يبتدي يضيف النمبر، يضيف تكست بوكس يحطه في النمبر وفي النيم، ويضيف التكست بوكس 2 يحطه في النمبر والديت وكده وهكذا. طيب دلوقتي احنا عندنا زرار التعديل. زرار التعديل ده ممكن نعمله في فورم تانية بطريقة تانية خالص، ان احنا نخلي اول ما يفتح الفورم نخلي البيانات موجودة جوه الفورم الجديد. طيب انا طبعا عشان اعمل فورم تانية ده شيء مجهد جدا. لو انا عندي 10 صفح هعمل لكل صفحة صفحتين عشان خاطر اعمل اضافة واعمل تعديل، طبعا مش منطقي. ماشي، فلجأنا لحاجة تانية عشان خاطر نشتغل بالتعديل ده، نشتغل في نفس الصفحة اللي احنا شغالين فيها. طيب أول حاجة هنعمل ايه بقى؟ هنعمل متغير جديد. احنا هنخش كده على الإضافة نعمل متغير جديد في الصفحة دي، هيكون اسمه اهو أنا كنت عامله، هنمسحه ونعمله من الأول. هنعمل حاجة اسمها public، برضه هنخليه public لأن هننده عليه ونقول له state as string. طيب عملنا المتغير ده ليه؟ عملنا المتغير ده عشان افرق بين الدوس على زرار الاد والدوس على زرار الايديت. هاجي في زرار الاد هنا واكتب ايه بقى؟ state اهي. state بيساوي ايه؟ بيساوي، هنقول له بيساوي اد. ماشي، يساوي ايه؟ اد. يبقى انا كده دايس على زرار الاد عشان اعرف هناك في الصفحة التانية ان انا داخل باد. طيب تعالوا نشوف الايديت هنعملها ازاي. اهي برضو واحنا شغالين، ايوه الايديت هيبقى نفس الكلام، والستيت هنا هيبقى بايه؟ بايديت. انا بحب اكتب الاول حرف الاول كابيتال بس انتوا براحتكم طبعا. ماشي، يبقى الستيت ايه؟ ايديت. طب تعالوا نشوف ايه اللي هيتغير، لان الاد جمله الاد هتتغير خالص معانا واحنا شغالين. طيب هيتغير فيها ايه بقى؟ تعالوا في فورم 2 بقى. انا دلوقتي اول ما اعمل تحميل للبيانات، طيب ايه اللي هيفرق بين الاد والايديت؟ دلوقتي الاد والايديت ايه اللي هيفرق بينهم؟ اول حاجه احنا عايزين الاد هيبقى الخانات دي كلها فاضيه. ماشي كده، الخانات كلها فاضيه. طيب والايديت لا، الخانات مش هتبقى فاضيه، الخانات عايزينها تبقى ايه؟ مليانه فيها بيانات. طيب تعالوا نخش على امر اللود كده وهنبتدي نكتب فورم 2 دوت لود. هنقول له اف، ايوه فورم 1 دوت ستيت، المتغير بتاعنا اللي هو اسمه ستيت بيساوي اد. ايوه اد اهو. طيب عايزه يعمل ايه لما يبقى اد؟ لما يبقى اد هاخد السطرين بتوع الاد دول، اخدهم معايا كده واحطهم هنا. ماشي كده، بس طبعا البوزيشن دي انا مش عايز اعرفها جوه، انا هعرف البوزيشن دي بره خالص. البوزيشن از انتجر دي هعرفها بره خالص عشان هستخدمها في كل المشروع في الصفحه دي كلها. ماشي، وبعدين هنا ايه؟ احط ايه؟ بوزيشن. لو في حاجه مش مفهومه انا ماشي واحده واحده. طيب ده اد يبقى اضاف سطر ووقف على ايه؟ على اخر رو في السطر. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. يبقى ده بالنسبه للاد. طب تعالوا نشوف بالنسبه للايديت بقى. انا عايزه يعمل ايه بالنسبه للايديت؟ تعالوا نشوف هنا، نكتب ايديت. ماشي،
عايز لما اخش على الايديت ده وهو بيحمل، لو هي ايديت يجيب لي البيانات اللي في الجدول اللي انا واقف عليها هناك، يحطها لي فين؟ يحطها لي هنا. ماشي. طيب يبقى البوزيشن هناخده ايه؟ نقول عليه ايه بقى؟ هنقول عليه فورم 1 دوت ايه بقى؟ لو تفتكروا معايا بيندنج كونتكست، وعملنا ايه هناك؟ لو تفتكروا في محاضره من المحاضرات قلت لكم البوزيشن اللي احنا واقفين عليه بيتحدد بالبيندنج كونتكست، وبعدين فورم 1 دوت تيبل 1. ايوه دوت ايه بقى؟ دوت بوزيشن. يبقى ده هيوقف لي يجيب لي قيمه البوزيشن اللي هناك ويحطها لي في ايه؟ في امر البوزيشن. يبقى انا كده واقف على البوزيشن اللي انا عايزه. طيب كده حددنا البوزيشن. طيب دي ملهاش لازمه عندنا، دي هنشيلها الجمله دي. طيب هنبتدي نعمل ايه بقى؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. احنا عايزين دلوقتي نحمل البيانات اللي في الجدول التاني نجيبها في ايه؟ في الجدول بتاعنا ده. طيب هنيجي نقول له تكست بوكس 1، ايوه اهو، بيساوي الكلام اللي الناحيه التانيه، عمليه عكسيه. ماشي. طيب يبقى احنا ده 1 اهو بيتحمل. طيب نخش على 2، ناخد 2 ونحمله معانا في ده، يبقى بيساوي عملية عكسية تاني اهو. ماشي. وبعدين ناخد اللي بعده اللي هو الداتا، نعمل له عملية عكسية نحمله تاني في البيانات. طبعا الطرق كتير والاسلوب اساليب كتير، ولكن انا باخد اسلوب معين واشرح بكذا طريقة عشان الناس تاخد الطريقة اللي تريحها. كل واحد ياخد الطريقة اللي تريحه. طبعا هنشوف مع بعض كذا فكرة في القصة دي ونشوف هنتعامل معاها ازاي. طيب هنا انا نسيت حاجة، دي طبعا مقفلناش القوس، وهنا التشيك بوكس اللي هو البيل. طيب تعالوا بقى نشوف هيحصل ايه كده في الداتا بتاعتنا. هنا يساوي كده احنا نقلنا عملنا ايه في التحميل. اول حاجة هنا اضافة، عند الاضافة عمل رو جديد وخد البوزيشن الاخير. طب في الايديت خد البوزيشن اللي هو موجود وراح محمل لي البيانات بتاعتي في ايه؟ في التكست بوكس بتاعي. طيب تعالوا بقى نشوف هنحصل ايه عندنا لما نيجي نجرب كده احنا مبدئيا لما نضيف هنجرب الاتنين. لما اقول اضافة المفروض دول يبقوا فاضيين صح، وتاريخ النهارده. طيب لما نيجي ندوس تعديل هقف على حسين ده 13 ده واقول له تعديل، المفروض يحصل ايه؟ ايوه حسين اهو، والرقم بتاعه والتاريخ بتاعه والتشيك بوكس بتاعه. طيب تعالوا بقى نطمن على جملة الحفظ كمان، نتأكد ان هي هتشتغل معانا صح. جملة الحفظ بقى تعالوا، بس انا عايز ارتب الاكواد بقى عشان احنا ايه كده مبقناش مرتبين. هناخد دول كده كلهم، خلي اللود دايما في الاول وخلي الباقي تحتيه. ماشي. طيب يبقى احنا كده ده كود اللود تحميل، وده كود الايه الحفظ. طيب كود الحفظ هيعمل ايه؟ ياخد القيم دي كلها يرميها لي جوه ايه؟ جوه قاعدة البيانات او جوه التيبل 1، وبعدين يسيف وبعدين يعمل ايه؟ تحميل تاني. طيب تعالوا نجرب بقى نشوف كده هيحصل ايه. هنيجي كده ونقول له اضافة ونقول له مثلا مروة مثلا، ونقول له هنا الرقم نقول له مثلا 1/5/9، ونيجي التاريخ نقول له 31/8، ونتشيك بوكس نعلم عليه ونقول له حفظ. يبقى عمل ايه؟ يبقى عمل 15 اهو، اضاف رو جديد وعمل مروة وعمل 159 وعمل 31/8 وعمل تشيك بوكس. طب تعالوا نعدل مروة تاني، هنكتب تعديل يطلع لنا مروة 159. لا انا مش عايزها 159، عايزها 100 000 1000 10000 اي حاجة. وهنا 13/8 والتشيك بوكس هنشيله، ومروة دي هنخليها نور مثلا ونحفظ. ايه اللي حصل بقى؟ بقت ايه؟ نور و10000
والرقم تاريخ اتغير والتشيك بوكس اتشيلت. طيب يبقى احنا كده خدنا الإضافة وخدنا التعديل وخدنا الحفظ، يبقى ناقص لنا ايه؟ كود الحذف. طيب تعالوا نشوف كود الحذف بقى هنتعامل معاه ازاي بالطريقة اللي احنا شغالين بيها دي. طيب هنخش على الفورم بتاعتنا اللي هي فورم 1، ونيجي عند كود الحذف زرار الحذف وندور عليه دبل كليك. طيب احنا عايزين نحذف ايه؟ عايزين نحذف البوزيشن اللي احنا واقفين عليه. طيب البوزيشن اللي احنا واقفين عليه طبعا احنا معرفين بتهيألي بوزيشن، خلاص تعرفنا ايه؟ معرفناش بوزيشن هنا. طيب هنعرف البوزيشن ده مهم بيمشي معايا على طول، انا بعرفه مرة واحدة وباخده معايا على طول في المديول. لما نيجي نرتب هنشوف الكلام ده. طبعا الناس تقول لي مش مرتب، معلش استحملوني لغاية لما نيجي نرتب. طيب دي بوزيشن برضو از انتجر، ماشي. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في جملة الحذف دي. هنقول له بوزيشن، احنا عرفنا خلاص البوزيشن ده بنجيبه ازاي، بيساوي بيندنج كونتكست واكتب تيبل 1، اكتب جواه تيبل 1، ايوه سوري تيبل اهو تيبل 1، واقول له دوت ايه؟ دوت بوزيشن. يبقى انا كده واقف على البوزيشن. طيب انا عايز احذف ايه؟ عايز احذف البوزيشن اللي انا واقف عليه. طيب اعمل ايه بقى؟ اعمل ديليت، اعمل ايه؟ دي تيبل 1 دوت روز انهي روز؟ اللي بوزيشن، تمام كده. البوزيشن اللي هو واقف عليه دوت ايه بقى؟ ديليت، خلاص دوت ديليت. طيب بعد ما بعمل ديليت بعمل السيف تيبل سيف، واعمل ايه؟ تيبل لود، ماشي كده. يبقى تيبل سيف تيبل لود كده، خلاص انا حفظت وحملت البيانات بتاعتي من جديد، ماشي. يبقى احنا دي جملة ايه؟ جملة الديليت. تعالوا نجرب الديليت بقى نشوف هيحصل ايه. طبعا الديليت دي انا مبحبش اعملها كده على طول، لازم بعمل لها زي ما تقول كده مسج عشان يأكد ايه؟ يأكد الحذف، ماشي. هنعملها واحنا بنعمل مشروع ان شاء الله، بنعمل مشروع كامل بعد ما نخلص الشوية دول. هنعمل مشروع كامل، هنعمل حاجة اسمها اللوج ان بتاع اليوزر. ناس كتير كانت طالباه مني ان احنا نعمل لوج ان بتاع اليوزر كمشروع، يعني هنعمله مشروع كده او جزء من مشروع، وبعد ما نخلص ناخد ان شاء الله مشروع كامل متكامل. تختاروا لي بقى مشروع مخازن، مشروع مستشفى، مشروع مكتبة، تختاروا لي مشروع ان شاء الله نعمله مع بعض. طيب تعالوا نجرب بقى الحذف. هنيجي على الخانة الفاضية دي اللي مش عاجباني دي واقول له ايه؟ اقول له حذف. حصل ايه؟ حصل ان هو حذف رقم 11. طب بعد ما حذف رقم 11 راح فين؟ راح في الاول خالص، صح كده؟ لان انا حملت من جديد. طب انت عايزه يعمل ايه؟ عايزه ينزل على رقم 12، يقف على اللي هو كان واقف عليها. افرض انا عندي 1000 رو، او على 11، لو انا حذفت 99 او 990 مثلا، هيطلع لي على فوق تاني؟ لا، انا عايزه يقف عند ايه؟ عند اللي هو كان فيها. طيب هتعمل ازاي بقى دي تاني؟ تعالوا بقى شوفوا هيحصل ايه. هعمل ايه تاني؟ دلوقتي انا قلت البوزيشن اديته الرقم ايه؟ الرقم ده. طيب يعني البوزيشن دلوقتي فيه الرقم ده. طيب تعالوا بقى احنا عايزين نعمل العمليه العكسيه. هناخد ده كده اهو، نحطه كده ونقول له ايه؟ بيساوي بوزيشن. يعني هو البوزيشن اللي واقف على 15 هيرجع يقف تاني على 15. يبقى ايه؟ تعالوا بقى نجرب. دلوقتي انا هقف على 12 اهي وهمسحها، هيرجع يقف على كام؟ يقف على 13. طيب تعالوا نحذف. بص وقف على كام؟ وقف على 13، اللي هو نفس المكان اللي هو كان واقف عليه قبل الحذف. يبقى كده مش هيرجع تاني فوق، لا خلاص حمل بياناته ورجع وقف على 13 تاني. كده ان شاء الله نكون خلصنا الاكواد دي. ان شاء الله ميعادنا في الدرس الجاي هناخد درس جديد من دروس الاتصال عن طريق الاكواد، وهو طرق البحث. هنبدأ مع بعض ازاي نشتغل على البحث، وده دروس مهمة جدا لان اهم حاجة في الشغل بتاعنا ده البحث ان شاء الله. خلاص انتظرونا ان شاء الله الدرس الجاي في
طرق البحث، ويا رب الناس تكون استفادت من الدرس ده. ومش ما تنسوش الدعاء، وإن شاء الله الدروس الجاية أحسن وأحسن بإذن الله.